ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر محضور وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فرش مرفوعة، إنا أسرون الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. وسبح باسم ربك العظيم. اللهم إنا نستغفرك، اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتدار، فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا لسجود الله لك، فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا صالحون، وعلى من وحبيب على الهبش، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أطول الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام
الليل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله الله على نور رسول الله الله على نور رسول الله يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما رديت لبينا ألزمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عنطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سر اتصل فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه كان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه إلا فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتدوين ما فته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه أدم الصلاة
فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله، ورسولي للبشر الوجود. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله، ورسولي للبشر الوجود. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولد المشرف في ربيع الأول، والقلب يخفى والكواكب تنجلي. ولد المشرف في ربيع
يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يغفل والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يغفل والكواكب تنجلي والقلب يغفل والكواكب تنجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري واتنا يا نفس نلت المنى فاستبشري واتنا هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يغفل والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يغفل والكواكب تنجلي والقلب يغفل والكواكب تنجلي سلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين
فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله فحملت عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبى يمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مهلة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم ترضى السماوات متضمحة مثل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 الله
الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 ويحيينا على التقوى بلا مهنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 وكل عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله فاجعلنا من الأخيار. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفدهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدمر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال
والسماء وشدت بشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب على ندي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وفد الحق كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من أنوار العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سم الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadirkan Rasulullah, pakarang dari Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فقف الحسن تفرد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. آمين. حصل مقاصدنا يا رب. عليك الله يا الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهه في جواه خير صلى الله عليه الله يا رب. سلام آمين. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله. عليك صلوات الله عليك. وصلاة صل على الله محمد. تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من سيئات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله وموضع عليه ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبست وأجأت فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم أعودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعسه الله
فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولانا صلى الله وأن عليه الهداية في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله أوصاهم عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله له عليه الملك السهل والعهد المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعا المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وله الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولهما سولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نجمه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية. فما من هلك في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجاب القيس الحبيب وشانه والعلا في مجده ومكانه. أوصف قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأسن مني أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم. جادت سليما بالوصال تكرما
فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بواصل فيه نيلت المغنما منن تسارعت العقول لنيلها وهبات فضل أورثنا أنعما يا هاديا العيس الرواسم عجبها سفح العقيق وحط رحلك في الحمى شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما دار حوات نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عابد قد سما اللهم بارك لنا في رجب وشعب وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان beruntung wahai manusia jika bertemu dengan nabinya wajahnya indah bagai purnama kata-katanya bagai permata sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu dengan nabinya wajahnya indah bagai purnama kata-katanya bagai permata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban bersabda pada umatnya banyak bersolawat kepadanya turunlah rahmat dan ampunannya dari Allah yang Maha Esa Nabi bersabda pada umatnya banyaklah bersolawat padanya turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
usia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Allahumma barik lana Allah Allah Rajab wa Sya'ban Allah wa ballighna Ramadana yaghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana ya Rabb fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana yaghfir lana dhunubana. Allah, hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Penuhilah amal yang mulia agar tercapai tempat di surga. Penuhilah amal yang mulia agar tercapai tempat di surga. Allahumma barik lana Allah fi Rajab wa Sya'ban Allah wa ballighna Ramadana yaghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana yaghfir lana dhunubana. Allahumma salli wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa qala Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu wa arda wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Idza ghafala qalbi an dhikril maut sa'atan fasad. وقال بعضهم من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والكسل في العبادة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan maka orang tadi itu akan diberikan kemuliaan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, nasyatun fil ibadah wal kafaf bil qanaah wa qanaatul galab wa nasyatul ibadah. Jika orang tadi itu banyak memperbanyak mengingat kematian, maka dia yang pertama akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertaubat, tidak menunda-nunda taubat, tak semaja untuk taubat. Tak ada entek laku, tak ada entek 2 malam, tak ada entek seminggu, 2 minggu, 1 bulan atau 2 bulan. Yang kedua, wa qanaatul galab, dia akan diberikan hati yang lapang, qanaah yang selalu menerima atas rizki yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kekayaan adalah kaya hati, bukan kaya harta. Kita lihat bagaimana mereka orang yang kaya tapi dia masih mengemplang dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara korupsi, dengan cara mengambil hak-hak orang lain. Bukan mereka tidak kurang, mereka dalam keadaan yang lebih, akan tetapi qanaatul galab tidak ada. Yang terakhir, dia akan diberikan nasyat fil ibadah. Jika orang tadi itu selalu memperbanyak kematian, dia akan semangat di dalam beribadah, maka malas ibadah akan hilang. Sebaliknya, jika manusia lupa akan kematian, dia akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, uqiba bi thalathati asya, taswifut taubah.
dia akan menunda-nunda taubat, dia akan berjanji untuk bertaubat. Yang kedua, dia tidak akan ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Unjuk rasa terus. Terus tak terima, unjuk rasa terus. Dia mengandalkan amal akhirnya, jangan soro duha, jangan soro solawat, jangan soro hadroba saudan. Kemana ya utang tambah banyak. Ya, tak ridha berarti ya, tak ridha dekat apa sik bantum dening Gusti. Saya terakhirnya kah? Jika kita sudah kaslun fil ibadah, ya, mempunyai penyakit malas untuk beribadah, malas baca Quran, malas berjamaah, malas baca Quran, ketahuilah berarti Anda sudah terkena penyakit lupa akan kematian. Jika ini sudah tidak menjadi obat bagi hati kita, dua kemungkinan hati kita mati, wa imma Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menghendaki kita menjadi orang baik. Naudzubillah. Ya, maka lazimi hadiri majelis-majelis yang di mana di majelis itu kita niat bertaubat kepada Allah, niat memohon ampunan kepada Allah, niat memperbarui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nasihat yang singkat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang akan mendapat yaitu semangat dalam ibadah dan memberikan qanaah dalam hati, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دراري العوصف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا.
وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي بشير الفاتحة.